هنيئا لكم هذا العيد، وبارك الله يومكم المجيد، أدام الله عليكم السعد والسرور، وأفاض عليكم بالعيد البهجة والحبور، تقبل الله منكم الطاعات، وأدام عليكم المسرات، غفر الله ذنوبكم، وأسعد بالخيرات قلوبكم، وحقق لكم صالح الآمال. صباح العيد. استيقظت الإنسانة المتأخرة على صلاة العيد، مش عارفة ازاي نمت فجأة، بس صحيت على مكالمة تليفون اصحي نام بسرعة عشان صلاة العيد هتفوتك، يلا بسرعة نلبس وننزل لصلاة العيد. كل سنة وانتم بألف خير. بحبكم جدا على فكرة. العيد عاد المشاعر في أماكنها، وتبسمت كل ذكرى مع تلاقينا. دوما شعوري تجاه العيد لا يفنى، بالفعل عاد وعادت روحه فينا. هل نخبر الناس أن العيد قد حان؟ من كتر ما راح عليا نومة في صلوات عيد كتير، قررت ان انا عمري ما هيروح صلاة عيد عليا في السنوات الجاية، عشان كده مستعجلة وبحاول ان انا انجز على قد ما اقدر. طلبت المسك ده من بيج ولسه جايلي امبارح بالليل، وما قدرتش ان انا افتحه من غيركم عشان نعمل انبوكسنج كده مع بعض، فمتحمسه بصراحه ان انا اعرف ريحته. ده الكارد كده جاي معاه، وده المسك. حاسه ريحه توفي ضربت في المكان بشكل مش طبيعي. ريحته بصراحه حلوه قوي، بس فواحه جدا، فمش هحط منه، يعني هحط لما اجي بقى. خدنا العيدية. بابا مستعجل قوي على العيدية فادهاني على طول. متحمسه اوريكم الاوتفيت، بس لا استنوا هوريهولكم تحت. ما حطيتش الضوافر يا جماعه، انا حسيت بجد ان انا حابه ايديا من غير ضوافر، فشكلنا كده هننزل من غير ضوافر. وانتوا كتبتيله في الكومنت انه يا نمنم شكل يعني الضوافر كبيره عليكي، فبلاش هنمشيها ساده كده. يلا بينا بقى. عندنا هنا واحده غارت ان بابا عايد عليا قبلها، جت عايد عليا هي كمان. والله نسيت، انا نسيت. هي كانت عايده عليا امبارح. والله انا كنت لقيتك نمتي، فانا قلت احط لك الفلوس في ايدك، فقلت اديها لك. قلت لها كانت فكره احلى لو سبتها لك ازاي. كنت اصحى متحمسه قوي. والله بس ربنا يكتر من عيدياتنا يا رب، ربنا يكتر من عيدياتنا. الدنيا زحمه بجد. قمر ايه الحلاوه والشياكه والطعمه دي. احسن واحده في الصاله النهارده، غطت على الكل حرفيا. انا كمان. وانت ركزت مع وحيد تاني؟ لا طبعا. كده كده الشياكه، الشياكه والاناقه احلى خبر وكل حاجه. تعالى ورينا الكشخه انت كمان بتاعتي. يلا انت بقيت تقلد حركات بتاعت الفيديوهات. اسمها تن. بقى في ناس كتير بتقلدني على فكره. ايه ده الشياكه والاناقه دي؟ لا ايه البنيات دي؟ اشيك شاب في الصاله. قول لهم يحطوا لي لايك على الفيديو، سبسكرايب، وصلوني 30,000 وبذوق الملتات كتير. حان وقت توزيع حلويات العيد. ساعات العيد. جدع تعالى. الطرحه ايه؟ ما الطرحه معدوله وشعري مش باين اهو. مالك؟ غمض عيني، غمض عيني. عايزك او عايز اقول لهم كلمه سر. في قطه قاعده جنبي. الله. تعمل ايه؟
فلوس، انا حاسه شامه في ريحه فلوس. يا جماعه الله، تعالى خذ الهديه، شكلها تحفه. جبتها امتى دي؟ الله، ابتديت احس ان اجواء العيد يا جماعه مختلفه مع اهلهم. تعالى خد الهديه. كام قعدت ولا ياما؟ هم شكلهم ياما فعلا، بس عشان فلوس جديده لسه طالعه من البيت. سابتني وعماله تعد في العيديه. استنى انت بس. 1 2 3. بس فيهم بتاع صفرة جديده، دي اول مره اشوفها، مش موجوده في الفلوس صح؟ ممكن تكون فلوس مزوره. تصدق؟ لا انا متاكد بقى، مش شايفه الملك فيه. دول بقى اجيب بيهم ايه؟ يا ربي المسؤوليات مبهدلاني. القطه بجد بصوا لازقه فيا ازاي. اجيب بيهم حاجات حلوه، هجيب بيهم سكين كير عشان نكمل رحله السكين كير اللي احنا بدأناها على الشانل. بما انك بقى اديتني عاديه، اكيد مش هينفع اسيبك كده وتروح من غير ما اديك حاجه. هديك دي، هي فيها بالونه كراميلا، بس فيها بص مبارك عليكم العيد. انا اللي عاملاه. انت لا انا اللي اقول لك كل سنه وانت طيب. واضح انك بتتفرج على الفيديوهات على فكره. اقول حاجه انا بقولها كتير في الفيديو. بقول ايه كتير؟ بتقولي ايه كتير؟ احدهم. قلتي احدهم كتير. بتقولي اقول لك الانترو بتاعي؟ بتاعك؟ هاي يا حلوين. طب الاوترو بتاعي ايه؟ الاوترو اللي بقى في الفيديو بقول ايه؟ تقفلي؟ هو ثابت اصلا. بخ واضح انك مش بتتفرج. لا استنى، كلها مش بتتفرج. لا مفيش مش همنتج، مش بتتفرج على يعني بتشغل الفيديو بس ما بتسمعوش الاخر. والله العظيم بسمع. بتقول ايه؟ دايما بقفل الفيديو. لا بقول لهم، وكالعاده في نهايه الفيديو عايزه اقول لكم بحبكم جدا جدا جدا، اشوفكم الجاي الجاي، باي باي. تن ما قلتش حتى تن، بتقول بخ. ايه بخ؟ بمين بخ؟ تن. لا انا الكلام ده مش نافع على فكره. كتير قوي كده. بسم الله. خلال استقباله المهنئين بعيد الفطر في دمشق، اكد الرئيس السوري احمد الشرع انه رفض المحافظين يتسلعون. يلا كل ندوق الفسيخ لاول مره. تاكل رنجه ولا مش؟ انا تحت عينيا بقى عليك كده على طول مره واحده والله. واحد ما تشميه. لا بس هتخلى فيه؟ قريبه من ابني. يعني نسا بتاخدها كانت بتجيب لي معاها، كنت مع عزومه النهارده. بقول لك مش هتخلى فيه؟ ليه معفنين؟ انا كان لازم البس واغير. لا مش واكله تاني سويتشيرت بدل لبس جيد عشان بهدلت. انا هاكل شيبسي بس ارحم. والمصحف انا ليه تعمل كده؟ ليه تعمل في نفسك كده؟ ازاي؟ وليه؟ يعني ليه؟ محتاجه روحي يعني ليه بقى؟ ها خلصتوا ولا لسه؟ طب افرض جالنا زياره دلوقتي، شكلنا ايه قدام الضيوف بالريحه المنتنه دي؟ هجيبهم مش هجيبهم، ما يجوش. ايه دي بقى؟ لحمه حمراء زبده والله. انت مستفز بجد. much later. صباح الخير. باين عليا ان انا لسه صاحيه ولا باين اكتر؟ حرفيا معلومه، بعد صلاه العيد غيبوبه. فكره ان انا فضلت صاحيه لحد 12 الظهر ده انجاز، بغض النظر ان عيني دي طالعه ورمه اكتر من دي، بس ده من النوم يا جماعه عادي، ومن الارهاق بصراحه لاني ارهقت نفسي قوي في التصوير بجد يا جماعه. عينيا كبيره كده ليه؟ المهم نمت الساعه 12 دلوقتي، والله مش عارفه الساعه كام. انا صاحيه جعانه وعايزه اكل بيتزا. تعالوا نطلب بيتزا عشان اجواء العيد محتاجه بيتزا. صحيح وانتوا بتتفرجوا مش عارفه انتوا حطيتوا لايك ولا لا، بس يا ريت تحطوا لايك على الفيديو وتعملوا سبسكرايب للشانل عشان نمنومه الايام اللي فاتت اجهدت قوي في التصوير واستاهل ان انا اوصل 30,000. احنا دلوقتي 28 وصلوا للشانل 30,000. يلا نقوم بقى نشوف هنعمل ايه. بصراحه مش عارفه هقوم اعمل ايه يعني، بس هاخدكم معايا في يوم العيد. تعالوا نشوف هنعمل ايه. لقيت البيتزا هتاخد وقت وهتتاخر، فكان لازم اتدخل. فتعالوا بقى نقعد كده سهرتنا لا مش رمضانيه بقى، اللي هي بتاعه العيد يعني. طبعا لا تخلو من التربس والسوداني والمقرمشات، سلطع برجر اللذيذه انا مسمياها كده بس بجد بحبها قوي، وشويه توفي بقى كده وحلويات،
وطبعا كحك وبديفور وبسكوت، بس انا ما كانش ليا مزاج فقلت بس اكتفي بدول. وشغلت المسرحيه المفضله بالنسبه لي، العيال كبرت. مهما كبرت برضو لازم اول يوم العيد مسرحيه العيال كبرت. وبس كده يا حلوين، هقعد بقى يعني هجيب لنفسي غسيل معده كمان شويه بالحاجات دي. بس طقوس اول يوم العيد انا عن نفسي دايما بقضيه في البيت. قولي لي انتوا دايما بتعملوا ايه في اول يوم العيد؟ هتلاقوني حتى فيديو السنه اللي فاتت برضه قعدت شغلت فيلم او مسرحيه العيال كبرت. حاسه ان هي دي اجواء العيد بالنسبه لي، او اجواء اول يوم العيد بالذات. فاكتبوا لي انتوا كمان عملتوا ايه اول يوم العيد، واكتبوا لي بتعملوا ايه في ايام العيد عاده يعني. بس كده، اتمنى ان انا اكون عيشتكم معايا اجواء العيد حتى لو ما كنتوش نزلتوا او كنتوا ثانويه عامه ومشغولين، ان انا اكون دخلتكم كده في الجو شويه. وفي نهايه الفيديو عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين وبالف خير. كالعاده بحبكم جدا جدا جدا، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.